السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يوميات بنت أسوان. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. متنسوش اللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنا بقى أنا خطيت، عملت الخميرة بقى خطيت أول حاجة دقيق، وبعد كده رجعت حطيت مية سخنة بملح، تمام، ورحت حطيت العجين وبقيت أعجن بقى العيش، الشمس احنا بنقول عليه رخفان، تمام. دلوقتي بعجن، تمام، بملكه. هنا بقى خلاص خلصت كده العجين وبقطع، تمام. باخد حتة من العجين واعملها بقى في الدقيق، اكرسها، تمام، واجي بعد كده احطها على الدور زي ما انتوا شايفين حضراتكم، تمام. بس بقى ببتدي بقى اخلص ده كله زي ما انتوا شايفين. اقعد بقى اشيل شوية من العجين والرسو في حاجة بقى، اول ما يكش نروح ندبه كده، ونروح بعد كده نحطه في الشمس عشان يخمر بقى ويبقى حلو. غطيناه بقى عشان الدبان والحاجات دي. وبعد كده خلاص ابتدى بقى ان هو يعلى معايا، وان انا اروح بقى افتح على الفرن عشان ابتدي ارصه بقى في الفرن عشان يستوي كده. خطينا بقى، شايفين ما شاء الله، الله اكبر، يعني عايز زي الفل. وادي احنا رصينا بقى اول رصة، ودي التاني رصة. وشوفوا معايا ما شاء الله، الله اكبر، يعني خمران العيش وكل حاجة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما تنسوش بقى تدوسولي لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شوفوا بقى العيش نفخ ازاي بقى، الله اكبر، مفيش كلام. شوفوا بقى المنظر، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. تمام، خلصنا بقى ورحنا بقى فطرنا الحمام وكل حاجة، وعملنا هنا مكرونة، شوية مكرونة، تمام، عشان اتغدى. وعملنا بقى الفراخ البانيه، مكرونة وفراخ بانيه، الحمد لله. نعمة ورضا وفضل من عند الله. وبعد كده بقى بقيت اتبله. طبعا الخلطة اللي هو في الفراخ، زبادي وخل وليمون. دلوقتي بقى استوى بقى، حطيته في البيض، ورجعت بعد كده حطيته في البقسماط، ورجعت دلوقتي حطيته في الطاسة عشان يتحمر. تاني رجعت بقى حطيت في البيض، شلت حتة البانيه وحطيتها في البيض، وبعد كده رجعت عملته في البقسماط وخلص. هرصه بقى على الطبق عشان بعد كده احمره على طول. تمام كده. بعد كده بقى بقيت اخلص بقى ادب واعمل فيه. بس ما تنسوش تدعموا بنت أسوان باللايك والشير والسبسكرايب. هنا كنت خلاص بقى خلصت كده وجهزت السفرة بقى. طبعا طبلية عندنا. سلام، باي.